تشتري الهوا بكام؟ ايه استغربتوا من السؤال؟ طيب تعرفوا ان المصريين لما قالوا زمان على حاجة مستحيلة بتاعت بيعبي الهوا في ازايز كانوا سابقين عصرهم، بس مش عارفين المستقبل مخبي ايه؟ واللي كان تريقة زمان دلوقتي بيجيب ملايين. ايه اللي عملته شركة فيتاليتي وغيرها؟ وهل نقدر نقول ان عندهم بيزنس ولا كله ضحك على الدقون؟ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية تقدر تقول إن أغلب سكان الكوكب ده مش لاقيين هوا نضيف يشموه. وبما إن مصايب قوم عند قوم فوايد وصعب حد يتخيل تفكير الإنسان ممكن يوصل بيه لإيه، واحد ومراته قرروا يبيعوا الهوا في أزايز. والله زي ما سمعتوا كده بالظبط. من كام سنة في كندا واحد اسمه مو سلام عمل شركة اسمها فيتاليتي، كل شغلانتها إنها تجمع الهواء النظيف من منطقة جبال الروكي الكندية وتضغطه في أزايز وبعدين تبيعه لأي حتة في العالم. وفي 2017 الإزازة كان فيها 8 لتر، بيدوك 160 جرعة من الهواء النظيف، وبتتباع بسعر 24 دولار أمريكي للإزازة الواحدة. ولو بتسأل مين الناس اللي هتروح تشتري الهوا ده، فشركة لام محققة مبيعات خيالية، وزبونها الأساسي موجود في الدول اللي نسبة تلوث الهواء عالية فيها جدا، زي الصين اللي تعتبر الزبون رقم 1، وبيجي بعدها الهند وكوريا الجنوبية. الأماكن دي مش بس الهواء بتاعها مش نظيف، ده في ملايين بيفرقوا الحياة سنويا بسبب أعراض مرتبطة بتلوث الهواء، وده خلى ناس كتير تدور على أي وسيلة يتنفسوا بيها هواء نظيف. وعلى فكرة شركة فيتاليتي مش الوحيدة في المجال، لا ده في غيرها كتير زي شركة سويس بريز لصاحبها الشاب موريتس، واللي قدر خلال فترة قصيرة من تأسيس الشركة يبيع 10 مليون اسطوانة أكسجين من المناطق الجبلية وبسعر 20 جنيه استرليني للعبوة. كمان شركة إيثر البريطانية من أكبر المنافسين في بيع الهواء المعبأ، والمرة دي بقى الهواء مش جاي من الجبال، لا ده جاي من المزارع الخضراء في المملكة المتحدة، وثمن الإزازة الواحدة 80 جنيه استرليني. صاحب شركة إيثر ليو دي واتس قال إن الفكرة دي بدأت كنوع من التوعية بمخاطر التلوث، وساعتها طلع مصطلح اسمه مزرعة الهواء كنوع من الفكاهة، لكن الحكاية قلبت جد وبقى فيه طلب على المنتج بتاعه. وعلشان تبقى عارف، الزباين اللي بيشتروا الهواء المتعبي في أزايز مش أي حد، لأن أغلبهم من طوابير من طبقة الأغنياء. وتقارير كتير اتكلمت إن الناس بتشتريه على سبيل الزينة والتفاخر باعتبارها هدية غريبة، خصوصا بقى لو واحد عاوز يكسب مدير شغله ويجيب له حاجة مختلفة. وهنا رد واتس على المنتقدين للشركات دي وقال: الناس شايفيني محتال وبخدعهم علشان اخد فلوسهم اللي بيتعبوا فيها، بس في النهاية احنا بنبيع شركة الهواء النقي للي معاهم فلوس، وفي المقابل بنشتري أقنعة للحماية من تلوث الهواء للفقراء. انتوا بقى ممكن تشتروا الهواء في أزايز ولا بتفكروا تعملوا مشروع زيهم؟ وتفتكروا الشركات دي ممكن يكون ليها زبون في مصر؟